أتمنى من علي عدنان أن يكون ذاك علي عدنان المجاهد المقاتل في سبيل بلده، لأن هذا البلد الجريح التعبان يراد له فرحة. وصدقني وخلي يصدقوني هم اللاعبين، الشارع كله منتظر هاي اللعبة. يعني ما أقول لك صبر يعني كلش قوي، يعني يتمنون باكر اللعبة. فلذلك ابني علي، أنت واللاعبين تلعبون من أجل بلدكم، تلعبون من أجل العراق، هذا العراق المجروح، الشعب المظلوم. تلعبون من أجل سمعتكم، من أجل تعب هذا المدرب حكيم شاكر، وتعبكم وجهدكم اللي أكثر من سنتين ما يروح هباء منثورة. هو ما راح هباء منثورة. أنتم الآن اللي أديتوه نقول لكم جيد جدا، بس نريد الأحسن بعد. لا يقولون أنتم صارت عندكم ضربة حظ، لا يقولون بأن أنتم فزتوا بطريقة أخرى، لا، وإنما نثبت للعالم كله إحنا الفريق العربي الآسيوي الوحيد اللي دا يمثل العرب ويمثل خير تمثيل، وراح يمثل خير تمثيل بيكم. ابني علي اللي أوصي إلك وليدي، أنت وهمام وسيف وضرغام وكل الولد، إن شاء الله شعلة من نار. توجيهات المدرب على كيفكم، بس أريد منك على كيفك بالباصات بالهاي. اللي أريده منك وليدي العزيز أن تدير بالك على صحتك قبل المباراة. تلتمون أنتم اللاعبين، أنتم الحان اللاعبين، خاصة لاعبين المنتخب الوطني، أنتم قدوة لهؤلاء الشباب الباقين. تقعدون شلون تسيرون المباراة، شلون تلعبون، شلون راح تقدمون فرحة كبيرة لهذا البلد اللي ينتظركم على جمرة من نار. والله أحب أقول له إن شاء الله يا ابني شد حيلك، إن شاء الله شدون العزيم وإن شاء الله تفوزون، الله يوفقكم. هاي أحبها يعني توفيق إن شاء الله. هذا علي عدنان. طيب اللاعبين شو تحبين توجهين؟ والله اللاعبين كلهم هسه هم كل اللاعبين. اي يعني احب اوجه اللاعبين كلهم، ضرغام وهمام وسيف وكلهم يعني، وش اسمه محمد حميد، كلهم اريدهم يشدون حيلهم يعني، وان شاء الله يجيبون لنا البشرى والله يوفقهم ان شاء الله، تكسيل من الله. والله اليوم اني شهر ونص ما شايفه ابني يعني، والله حتى مشتاقت له كلش، مشتاقت له. اي والله، اي والله مشتاقت له كلش يعني بشكل، يعني شهر ونص صار لي اكثر ما شايفته. وان شاء الله الله يشد عزمهم ان شاء الله ويفرحونا ويفرحون شعب العراق ان شاء الله، والتسهيل من الله، الله يوفقهم ان شاء الله. أنا أشجع منتخب الوطني الشباب، إن شاء الله الله ينصرهم ويفوزون ويجيبون الكأس ويجون ويفرحون أهلهم، وإحنا إن شاء الله بدورنا ما ننساهم، ندعي لهم وإن شاء الله يحققون اللي ببالهم. شو تقولي لعلي علي إن شاء الله منصورين، وأنا قلبي وياكم وعلى طول أدعي لكم، وإن شاء الله كل ما تلعبون أني بالصلاة أدعي لكم وما ناسيتكم إن شاء الله. عندك وصية علي؟ والله أنا مشتاقت له هواية، مشتاقت له هواية. هاي فوق الشهر شوية ما شايفة، إن شاء الله الله وياهم إن شاء الله، إن شاء الله، لأن أنا ما عندي غيره هو سند إن شاء الله. كون الكاس وياكم تجيبونه، وياكم تجيبونه، أول يهل الكاس شعبكم لا تحرمون، شعبكم لا تحرمون، كون الكاس وياكم تجيبونه، وياكم تجيبونه، بطولة آسيا الراح. أريد من علاوي يشد عزمه ويشد عزم أصدقائه، وإن شاء الله واحد يحب الله وهذا وطنهم ينتظر منهم الفرحة الكبيرة، وهاي الفرحة كلنا ما ننساها إن شاء الله، وبعون الله الله واقف لنا، وإن شاء الله متكاتفين وماكو بيناتنا لا سنة ولا شيع ولا مسيحي ولا أرمل، وإن شاء الله كنا أخوة وكنا مسلمين وكنا إيد وحدة إن شاء الله، وهذا الفوز للعراق كله مو بس إلنا،
وصية إن شاء الله هم ما ينسون بلدهم ويشدون عزمهم، وإن شاء الله أمهاتهم هم تنتظر هاي الفرحة الكبيرة إن شاء الله، والعراق وإن شاء الله منصورين. احنا اليوم يوم الغيرة ندري به، يوم الغيرة ندري، وهذا الكاس انه لازم نجيبه، انه لازم. والدة اللاعب همام تعرض، الكاميرا امامك، وهسه همام يباوع على حضرتك، ايش تحبين تقولي له، ايش تحبين تقولي له بعد الفوز؟ سمعت عن يعني الجيران كلهم تجمعوا ويمكم. هذا المايك تفضلي، وهذا همام امامك. اقول لهم ان شاء الله كلكم منتصرين ورافعين راسنا، مو بس ابني همام، الكل اللي واعي باللي وياه ورفعوا راسنا، وان شاء الله يرفعون راس العراق، ما عندنا غير بس هم ان شاء الله. واوجه له السلام له والاخوان اللي وياه، وللمدرب ماله ابو حسن حكيم شاكر. صار قد مشاكل؟ شهر؟ صار لي شهر. شهر. هسه انت مشتاقه، اريد كلمه تطلع من قلبك، هو هسه امام جاي واحد، بس ما اريد دموع، احنا فرحه. شعبكم لا تحرمونه، شعبكم لا تحرمونه، كون الكاس وياكم تجيبونه. ان شاء الله يرجعون سالمين راضيين ورافعين راسهم وراس العراق ان شاء الله. هو نريد الفرح. لا انا مشتاقة له، مشتاقة له بالعكس، مو لا دموع الفرح هاي، لا ان شاء الله ان شاء الله. بالتلفزيون بس هو ما يشوف، هو ما يشوفون. ايه احنا ما نريد نشوف ايش تبكي. لا انا فرحانة بيه بالعكس، هاي دموعي مع الفرح مو. انا قلبي وياهم من يلعبون كلهم، مو بس ابني، هم كلهم ولدي، يعني قلبي وياهم من يلعبون، وكل ما يجي الجول يومهم اقول ربي بردا وسلام عليهم ان شاء الله، كل شيء ما يصير ان شاء الله، وهم ان شاء الله اللي يربحون وهم الفائزين. هذا الكاس مالك، رفعت راس. كلهم ولدنا، كلهم نتشرف بهم، ابويا كله رياضي، كلهم ولدنا، وادعي لهم ان شاء الله بالتفوق بجاه الله، ويرفعوا راسنا كلهم، يرفعوا راس البلد هذا الجريح. اريدك يابا ان شاء الله مرفوع الراس انت واخوتك اللي وياك بجاه الله وبيته. اي والله، واريدك ترفع راسنا وراس خوالك وراس العراق كله. وهذا الكاس انه لازم نجيبه، انه لازم نجيبه، لا يقبز علينا الفوز، عراقي والبطل صيته، طلع من عندنا هذا الكاس لازم يرجع البيت. اول مره اسلم عليه اني واقول له فد يوم وصيته الهمام، قلت له همام خالو ان شاء الله من ترجع من الامارات بعد انتهاء البطوله؟ ايه قلت له جيب لي فد تراك سوت زين وياك ايه قال لي خالو ايه صار. قلت له همام من $100 وفوق، يعني اريد فد حاجه زينه. ايه قال لي ايه صار بعيني اول ما اجي ان شاء الله اسمع. فبعد ما جاء البغداد وصل بالسلامه وهاي ايه قال لي خالو جبت لك التراك سود موجود يعني بالسياره وهذا. ايه قلت له يابا خير ان شاء الله. بعد يومين جاني ايه خابر عليه قال لي خالو وين انت هذا التراك سود جبت لك اياه؟ قلت له ايه ماشي. فتح الصندوق مال السياره يعني طلع التراك سود من السياره بوعت عليه. بعد ما راح المهم اشوف طبيت البيت ابوع التراك سود، التراك سود سعره $8000. يعني ان شاء الله دعوات من ان شاء الله يوصل سيف يحصلون الكأس، وان شاء الله جهدهم وتعبهم ما يروح هيك، وفرحونا البارحه فرح كل كبير، والشعب العراق ان شاء الله كله فرح بيهم. وبعد ما اقدر احكي لان لساني تعبان من الفرحه مال البارحه، فرحنا كلش احنا، وان شاء الله ياخذون الكأس ان شاء الله. طبعا نهنئ الشعب العراقي بجميع اطيافه بهذا الفوز اللي فرح جميع العراقيين
وكان والله العظيم العراق يحتاج الفرحة. نهنئ الشعب العراقي بكل أطيافه لكون هاي الشباب الحلوة، الشباب اللي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق هذا المنتخب البطل. وأوصيك يا سيف يا ابن أخويا، ووصي جميع اللاعبين برفع راية الله أكبر عالية ورفع اسم العراق، واثبتوا لنا يا أبطال إن شاء الله الذهبية. شعبكم لا تحرمونا، كون الكاس وياكم تجيبونه، أول يهل الكاس شعبكم لا تحرمونا، كون الكاس وياكم تجيبونه، بطولة آسيا الراح السمت عراقي. أهني الشعب العراقي بهذا الفوز العظيم، وإن شاء الله يرفعون راسنا وبعد إن شاء الله، وقوة إن شاء الله من قوة الله إن شاء الله، يستاهلون. وأنا موصيته ابني إن شاء الله يرفع راسنا بعد، وجواد تعبت عليه هواي، يعني تعبت عليه والله، وإن شاء الله يرفع راسنا بعد، وأتمنى له إن شاء الله التوفيق له وجماعته، وسلم عليه، وانا كل احنا بخير ان شاء الله، وندعي له كل احنا فرحانين بيه. يا محسي ان شاء الله يفوز بهذا العراق. اسلم على جواد كاظم حنتوس لاعب منتخب الشباب العراقي، ونتمنى الفوز لهم ان شاء الله. أهنيكم بالفوز إن شاء الله، تجيبون الفوز للشعب العراقي وترفعون راسنا إن شاء الله، إن شاء الله بحيل الله. ونريد الكاس منك يا علي أبو حسين، نريد الكاس منك وتفرحنا وتفرح قلوب العراقيين كلها إن شاء الله، كلها عيوننا عليك إن شاء الله. وعلى المدرب حكيم شاكر سلم عليه، سلمنا على كل أخوتك اللي واعي وياك، وهنيهم بالفوز إن شاء الله، فرحانين إلك إن شاء الله، فرحانين. يا أهل الكاس أنتوا أملنا، كون الكاس وياكم تجيبونه، أول يهل الكاس شعبكم لا تحرمونه. نشكر قناة الرياضية على هذا اللقاء الجميل، ونشكر فريقنا فريق الشباب بالفوز إن شاء الله الدائم والنجاح الدائم، وأسلم على كل فرد من الواعيبنا الشباب، وعلى رأسهم المدرب حكيم شاكر المحترم. أسلم على عمي علي قاسم، وأتمنى له الفوز ولكل الفريق. بيكم تعلى رايتنا، هذا الكاس مالتنا، وإحنا ننتظر الكاس منه. رفعت راس والعباس. أهدي سلامي إلى اللاعب ابني، أنا والدة اللاعب ضرغام إسماعيل، أهدي سلامي إليه، وقلبي يمه ومتعلق ومشتاقة إليه هواية، والله مشتاقة يعني كلش والله العظيم. يعني البارحة قمت أبكي أنا باللعبة، بس قلبي يعني حتى راسي صار تشنج من قد يعني الدعاء. وأريد الله وبالحسن علي إن شاء الله ينصرهم إن شاء الله بهاي اللعبة القادمة عليهم، ويعطيهم العزم والقوة إن شاء الله إلى والأصدقاء. أول يهل الكاس شعبكم لا تحرمون، كون الكاس وياكم تجيبونه، أريد نقول يعني هدية لأمك، مو تقول أنا هدية ودي سلام، أنا أريد هدية منك يول.
أسلم على ولدي ضرغام إسماعيل أن يبذل جهوده كلها وأن يفرح الشعب العراقي ونهدي الفوز إن شاء الله نغلب كوريا وجاهه الله وبيته وإن شاء الله نفرح الشعب العراقي. أسلم على أخواني اللاعبين، أسلم على أخي ضرغام إسماعيل وأشكرهم على هذا الأداء اللي قدموه أمام الفرق مصر وتشيلي والمنتخب الإنجليزي، وإن شاء الله نريد منهم بعد أكثر وأكثر ويغلبون كوريا ونصعد إلى المربع الذهبي وإن شاء الله كأس عراقي ونفرح هذا الشعب العراقي. وإحنا عائلة ضرغام فخورين بكل لاعب قدم ولعب، وحتى اللاعبين اللي لعبوا وحتى الجمهور اللي علموا درجات احنا فخورين بهم، لأن ساندوا هذا المنتخب اللي يستاهل من عندنا نقدم له ونرفع القبعات ونقدم له من كل قلبنا أفضل التحيات، وداعمين احنا إن شاء الله بقلبنا وبروحنا وننتظر منه المزيد. وهذا الكاس إنه ولازم نجيبه، لا يقبز علينا الفوز عراقي والبطل صيته طلع من عندنا هذا الكاس لازم أبارك للمنتخب الشباب وأبارك الشعب العراقي وأبارك الرياضية العراقية على تواصلها مع المنتخب وعلى رأسها مدير القناة حمزة حسين، وأبارك الاتحاد، أبارك الشعب العراقي. يعني ما أعرف، يعني أنا ما أقدر أعبر، يعني لأن هي الفرحة اللي دزوها إن الشباب يعني حقيقة يعني يخوننا تعبير بها، ونريد منهم بعد تواصل أكثر، وإن شاء الله يوم اللي يجيبون الكاس ونفرح به، لأن فرحتنا احنا بعد هي بس الوحيدة الرياضة إن شاء الله، وأتمنى لهم الموفقية والتوفيق ويجونا بالكاس إن شاء الله. أوصي فهد واللاعبين يصيرون قلب على قلب، وإن شاء الله يفرحون الشعب العراقي ويجيبون الكاس إن شاء الله. يا أهل الكاس شعبكم لا تحرمونه، كون الكاس وياكم تجيبونه، أول يا أهل الكاس شعبكم لا تحرمونه، تهنئة خاصة إلى إيهاب وإلى أخوته اللاعبين في المنتخب، فرحنا وفرح قلوبنا وفرح كل المنطقة اللي هم يحبون العراق، وأتمنى لك الموفقية. إيهاب ابني، أنا هسه مو أبوك، حاليا أبوك هو حكيم شاكر، وأخوتك هم اللواعيب اللي وياك، يعني أنت هسه سمعتك سمعة البلد أحسن من عائلتك، فأتمنى لك. هسه هو جندي بمثابة جندي، الجندي في سلاحه هو في كرة القدم. أنت جندي هسه، والمسؤول عنك هو حكيم شاكر، حكيم شاكر هو الأب، هو الأخ الكبير، فأنت تعتبره أي كلام اللي يقول لك به طيعه، ولا تتخالف على أي أمر اللي يقول لك به، لأن هذا تقرير مصيرك ومصير العراق مثل ما يقول للرياضة. طبعا تحياتي لابني إيهاب، أتمنى لك التوفيق أنت وكل أصدقائك وكل اللواعيب اللي وياك، وإن شاء الله بالتوفيق لك ولإخوانك، والتزم بنصائح الكابتن حكيم، والتزم بكل يتوجه لك، وأتمنى إن شاء الله الفوز وتجون فرحانين وترفعون اسم العراق. قبل لا ترفع اسمنا والفرحة قبل لا تدخل بيتنا هي تدخل كل العراق والكل بيت بالعراق، وإحنا فخورين بيكم. قد ما شايفته؟ صار لي شهر ما شايفته، بس متابعة التلفزيون وقاعدة قاعدة أشوف قاعدة أشوفه بالتلفزيون بالتمرين، من تحضرون مرات تسوون لقاءات، يمكن مصطفى مسير مو هو وقاعد نشوفه بالتلفزيون، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم الفوز وتجون مرفوعين الراس وفخورين بكم. أنا أم الكل اللاعبين إن شاء الله، وأتمنى لهم الفوز، يعني إذا إيهاب شارك أو ما شارك هو الفوز واحد، والحمد لله والشكر. يعني أنا فخورة بيهم كلهم، هم ولدي، قبل لا يصير إيهاب ابني هم ولدي، وأنا فرحانة بيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله الفوز لمنتخب العراق.
يا أهل الكاس شعبكم لا تحرمونه، شعبكم لا تحرمونه، كون الكاس وياكم تجيبونه، وياكم تجيبونه. أول يا أهل الكاس شعبكم لا تحرمونه، شعبكم لا تحرمونه، كون الكاس وياكم تجيبونه، وياكم تجيبونه. نهت لاعبينا مهند واخوانه علي وضرغام ومحمد كل اللاعبين، نقول لهم هذا يومكم واحنا نريد من عندكم الفوز. وبالنسبه لمهند قلبه وياكم، هو ترى موجود، يعني خاف تقولون مثلا عند الدار وهاي، فهو موجود وياكم ان شاء الله، وان شاء الله تبيضون وجهنا. وبالنسبه اليوم يعني امراه بالسوق كانت واقفين ولد فسألوني قالوا لي اليوم اللعبه باكر ب1 فرجعت هي الامراه فقالت لي انت ابو مهند؟ قلت لها نعم. قالت لي ابني بوقت اللعبه هاي اليوم السابع ماله وجاي اخذ له مسواق، واريدك تحمل اللاعبين ومهند تقول لهم هذا راح يعني بوقت اللعبه توفى ام علي. فقالت استشهد، فقالت اريد لازم يفوزون ان شاء الله حتى يرجعون لنا الفرحه. ونتمنى من الله عز وجل ان ينصر اللاعبين والكابتن حكيم شاكر اللي يعني له دور كلش يعني رئيسي على اللاعبين، هو اللي يحثهم، هو ابوهم يسموه ابو الابطال، وصحيح هو ابو الابطال. واقول له لابني هو صحيح ما راح يلعب بس هو قلبه وياهم. ان شاء الله الفوز ان شاء الله لهم يا ربي، واللعبه الجايه هو وياهم. مشتاقه لكم. على رايتنا وهذا الكاس مالتنا، بيكم تعلى رايتنا وهذا الكاس مالتنا، بيكم تعلى رايتنا هذا الكاس مالتنا، بيكم تعلى رايتنا وهذا الكاس ان شاء الله الفوز. رفعت راس والعباس رفعت راس. احنا اليوم يوم الغيرة ندريبه، يوم الغيرة ندريبه، وهذا الكاس انه ولازم نجيبه، انه ولازم نجيبه. احنا اليوم يوم الغيرة ندريبه، يوم الغيرة ندريبه، وهذا الكاس انه ولازم نجيبه، انه ولازم نجيبه. لا يقبز علينا الفوز عراقي والبطل صيته طلع من عدنا. نتمنى لهم موفقية وإن شاء الله انتصار للمنتخب العراقي ورمز للعراق إن شاء الله. فريق الشبابي إن شاء الله يبشرون بالخير كلهم، وإن شاء الله نتمنى لهم موفقية. ورسالتي أتمنى له كل الخير، الفرحان شكر وباقي زملائه اللي بالمنتخب الشباب، وأتمنى له كل الخير، وإن شاء الله إن شاء الله يوصلون إلى كأس العالم ويلعبون النهائية بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يفوزون. وأتمنى له كل الخير، وإن شاء الله يصير لاعب منتخب عراق، وإن شاء الله يرفع دائما علم العراقي ورأس العراقيين، وإن شاء الله يجيب البسمة والفرحة والضحكة للشعب العراقي. وبالنسبة للفرحان أنا عمو صير ونقول نبارك له بهذا الفوز، ونتمنى له هو وزملائه الصحة والعافية، ونتمنى له ما يفكرون بهذه اللعبة اللي فازوا، يتفكرون باللعبة اللي جاية مع كوريا، وإن شاء الله يفوزون ويرفعون اسم العراق عالي، وتلقى علم العراقي يرفرف بكل محافل الدولية. وأهلا وسهلا بكم وشكرا. هم فرحنا وهم كل عيادنا، قلت لها يما ادعي لهم، قالت لي لا توصيني انت ادعي لهم، قلت لها يما ادعي لهم، قالت لي لا توصيني
انت ادعي صليت الهم واندعيت يا يما وانا ادعي بجيت صليت الهم واندعيت يا يما وانا ادعي بجيت يا رب ينصرهم. يعني رفعت راس الوطن والشعب محتاج فرحه يعني. ونتمنى الفوز في المسابقة واحنا نمراتنا هم فرحنا وهم كل عيال